عليكم البنات، مرحبا بكم. اليوم غادي نحاول نقدم لكم وصفه صحيه مغربيه. كلشي كتعجبو الصغير والكبير. هي الخليع. غير الخليع حنايا في العاده ديالنا كنستعملوا فيه الشحمه، ولكن الا بغيناها مثلا صحي، يعني بالناس اللي كيبغيو يتبعوا نظام غذائي صحي، فشويه كتجي ثقيله انك تستعملي الخليع ديال الشحمه في ضمن المأكولات اليوميه، يعني الناس اللي كيفطروا بالخليع وداك الشيء. فاليوم قررت انني غادي ندير لكم الخليع ولكن بالزيت البلديه. غادي نحتاجو الكديد، هذا سبق نشفتو. مهم الكديد الطريقه ديالو راها معروفه، غير بالنسبه للبنات اللي عايشين في المدن الساحليه ما تخليوش ينشف، ما تخليوش بزاف منشور لان كيشرب الغموله وحيت كديريه في الخليع، سواء درتيه في زيت البلديه سواء درتيه في الخليع ديال الشحمه، فهو تيضيعو بالزربه وتيندي، يعني هو اللي كيدير هذيك الخضوره. عندنا الكمون غنستعمل فيه غير راس ديال المعلقه، وهذا الشيء الكمون وهذا هذا المحتوى الاخر غادي يكون اختياري. مثلا الكمون عندك راس ديال المعلقه، كاين اللي كيبغي يديرو كاين اللي ما كيديروش، انا كنديرو وكندير راس ديال المعلقه، نص ديال المعلقه ديال القزبور مطحون. القزبور مطحون غادي تشريوه، من الافضل تشريوه حبوب، وكيتباع مسحوق عند عند العطار، ولكن من الاحسن تشريوه حبوب وطحنوه على يديكم. وعندنا لتر ديال الماء، وعندنا نصف لتر ديال الزيت البلديه. غادي نديرو هاد الكديد ديالنا في طنجره ديال الضغط كوكوط. غادي نضيفو عليه هاد المعلقه ديال القزبور، راس معلقه القزبور، وكنضيف عليه هاد القياس ديال الكمون، كنضيف لتر ديال الماء. هنا البنات غادي ندير الكوكوط، غنسد عليها وغنشعل عليها نار مهيله، يعني غتردوا البوطه لاقل درجه كاينه عندكم، وغادي تخليوها حتى كتبدا تصفر. حيت كتبدا تصفر كتزيدوا عليها شي شويه وكتخليوها تقريبا بين ساعتين قل ربع ولا ساعه ونص، على حسب على حسب اللحم واش طاب ولا لا، وعلى حسب الماء واش نشف ولا لا. انا غندير هاد الضوء، غندير الكوكوط هذا تشعل، غنشعل على الكوكوط وديك الساعه نعاود نرجع لكم. العافيه غنديروها هكذا مهيله، وغادي نديرو صفاره الكوكوط، وديك الساعه غنعاود نرجع لكم من بعد ما تبدا الدور. اللحم بعد ما طاب، لكن الماء باقي فيه بزاف، انا غادي نردو على العافيه وغادي نخليه حتى الماء ينشف منه تماما، يعني حتى غادي تبقى غير واحد شويه د المرقه مشحره قليله، وغادي نصفيوه ونحيدوه ونرجع لكم. دابا معايا بقيت كنحركو حتى نشف ليه الماء، كتشوفوا راه بقى فيه غير شي شويه ديال الماء. غادي نخليه تينشف نهائيا حتى كيبدا اللحم يتحمر شي شويه فوسط الكوكوط. هو اللحم من بعد ما طاب ونشف، يعني حتى قلت لكم بقى كيتحمر شي شويه في الكوكوط. نقصت عليه العافيه في التالي وبديت كنشفو مزيان من هذاك الماء اللي فيه حتى ما بقاش فيه الماء، خليته حتى ولا دافي، يعني ماشي برد وما بقاش وما سخنش، يعني ما بقاش سخون. قطعت هذوك الطروفه اللي كانوا عندي كبار، قطعتهم طريفات موين ودرتو في قرعه ديال الزاج تكون فيها المفطه ديالها. وغادي دابا نزيد عليه زيت البلديه. زيت البلديه البنات ندير لهاد الكميه كندير لها هذا نص لتر ديال الزيت، يعني الكميه اللي غادي تغطي لي انا هاد اللحم. تقدروا تزيدوا تقدروا تنقصوا على حسب الرغبه ديالكم، يعني المقادير ماشي محدده. اللي محدد هو مثلا في الماء خص اللحم يكون مغطي شويه بالماء، يعني ما يكونش عالي عليه وما يكونش الماء ناقص، باش اللحم ما يتحرقلكش وباش ما يشربش الماء بزاف او ميم طون. المهم انا غنزيد عليه دابا زيت البلديه وغنوريكم كي غادي يجي الشكل النهائي ديالو. الشكل النهائي ديال البنات من بعد ما زدت ليه زيت البلديه، دابا انا كنغطيه ببلاستيك الغذائي. انا هذه الكميه اللي درت راه كميه قليله مقارنه مع البنات اللي كياكلوا الخليع بزاف، انا درت هذه الكميه قليله. غادي نغطيه وغادي ندير ليه الغطايه ديالو، غنسدو مزيان وغادي نحتفظ به في الثلاجه. علاش الثلاجه؟ لان
انا هاد الكميه يعني غندير بسرعه، ما غاديش ديري الوقت. انا كنفضل انني نستعمل يعني كميه قليله ونبقى يعني كل مره خاصني نعاود نطيب، فغادي نحتفظ بها في الثلاجه. بالنسبه للبنات اللي بغاو يديروا كميه كبيره، فمن الاحسن يشوفوا هذوك البلاص، هذوك لي بواط ديال الاليمونطير اللي كيدخلوا للفريغو، وغادي يطيبوه وغادي يديروا نفس الطريقه، غير هما غادي يديروه في هذوك لي بواط وغادي يدخلوه للفريغو. نتمنى ان الحلقه ديال اليوم تكون نالت اعجابكم، والوصفه تردوا عليا كيف جاتكم، ونتمنى انكم تابوناو في لاشين ديالي، ومعنا ان شاء الله في وصفه صحيه اخرى.